يا صباح الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل المحشي. في ناس كتيره بتعشق حاجه اسمها المحشي. يلا بينا، هنعمل النهارده المحشي المشكل. هنعمل البتنجان والكوسه والفلفل، وهنعمل كمان الورق العنب. هقولك ازاي تسوي المحشي مظبوط عشان يطلع معاكي المحشي كده يفلفل معاكي ويطلع طعمه يجنن، يعني ريحته كده هتوصل لاخر الشارع. يلا بينا نشوف الفيديو، وما تنسيش تعمل لايك واشتراك يا جميل. اول حاجه حطيت الحله دي على النار وحطيت فيها ايه، حبه زيت كده حلوين. المحشي يا جماعه بيحب الزيت عشان الرز يطلع معاكي مفلفل. بعد كده خرطت بقى زي ما انتوا شايفين كده حوالي كده 3 بصلات كده وسط، ماشي اهم، لحد ما البصل ياخد معانا لون ويدبل معانا. نسيب بقى البصل كده وكل شويه نقلبه، ماشي، اوعى تسيبوه يتحرق منكم. كل شويه نتقلبه يعني. قولوا لي بقى انتوا بتعملوا اكل ايه النهارده، غششوني بقى. ناخد من بعض بقى كده، لان كل يوم طبعا عارفين ان كل يوم حيرة في الاكل، صح ولا لا؟ مثلا ابنك ده بيطلب حاجه ودي بتطلب حاجه، تحسي نفسك ان انت متلخبطه مش عارفه تعملي لهم ايه، فبتحاولي ان انت ترضيهم باي شكل. هنزل بقى بعصير الطماطم، يلا بسم الله. نعم يا قلبي، نعم، خلاص. هنحط بقى كده رش السكر، نقلب الكلام الحلو ده كده، ونسيبه بقى ايه يغلي لحد ما يتسبك معانا، واغطيه. استبكت تمام اهي، شايفين ما شاء الله بقت حلوه قوي. تعالوا بقى نحط التوابل. هنضيف بقى شويه ملح وشويه كزبره وشويه فلفل اسود وكمان شويه كمون، تمام قوي كده. ونقلب بقى كل الكلام ده كده على بعض. احلى توابل هتضيفيها للمحشي بتدي طعم خطير للمحشي. الكزبره والفلفل الاسود بتدي طعم حلو قوي 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 للمحشي. طبعا بقى انا محطتش شطه. عايز تحطي شطه ضيفي شطه، انا ما بضيفش شطه عشان عندي اطفال. نعم يا حبيبي، نعم. بعمل ماما. اه ماشي. انا غاسله الرز ومصفياه، هاجي دلوقتي هنزل بالرز، ثواني. هنزل بقى بالرز. نزلنا بالرز اهو، هديله بقى كده تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي، صلوا على النبي. هننزل بقى كمان بايه، هننزل بشويه الخضره بتاعتنا. الخضره بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن بقدونس وكزبره وشبت، التلاتة دول. انا جبت معلقه ودقت، لقيت ان هي ناقصه شويه توابل، فضفت شويه توابل، مفيش اي مشكله خالص. ماشي ماشي. هحط بقى الكزبره بتاعتي والبقدونس والشبت، وهقلب بقى كل الكلام ده كده على بعض. احلى محشي، محشي خطير يا جماعه، والله خطير. انا مش عارفه الكاميرا مش مبينه الجمال بتاع المحشي. الله الله على جمال المحشي، يا خراشي العسل ده، شايفين؟ تحفه تحفه والله.
بص بقى، انا جايبه ورق عنب اهو، سلقته وشلت منه العناقيد بتاعته. جايبه معايا اهو، معايا كوسه وبتنجان وفلفل. هنحشي اول حاجه، هنحشيها بقى الورق العنب، هنحشيها الاول بقى. هنحشي ورق العنب ازاي؟ في اتجاه خشن واتجاه ناعم، شايفين؟ الاتجاه الناعم ده مش هنحشي فيه، اللي هنحشي فيه الاتجاه الخشن اهو. هنحشي في الاتجاه الخشن ده، نحط شويه كده حلوين اهو من المحشي. ونحشي ازاي؟ هنعمل كده الاول اهو، وبعدين بنعمل كده وبنعمل كده اهو، بسم الله، وبعدين بنقفل بالشكل ده اهو. شايفين الصباع؟ ما شاء الله، خطير خطير. نحطه هنا ونحشي واحده تاني اهو. الناعم لا، عند الخشن اهو. نحط كميه حلوه كده برضو، مش كتيره قوي، على قد الورقه نفسها حاجه كده. وبعد كده بنقفل بالشكل ده اهو. يا جماعه انا خلصت اهو الورق العنب، بس ما شاء الله خطير. تعالوا بقى نعمل بقى البتنجان والكوسه والفلفل. بقى الكوسه ماشي، نحشي ايه الكوسه. بصوا بقى نحشيها ازاي، بصوا كده، ونسيب لحد ايه عقلة صابع كده مش محشيه، عقلة صابع كده مش محشيه، عشان لما بيستوى طبعا ايه يكون الرز بيكتر اهو. بصوا شايفين زي عقلة صابع كده، مش باينه ولا ايه اهو. بسم الله. ماشي. البتنجان برضو بنفس الطريقه، هنحشي البتنجان اهو. لا يقف على قبره شقي او عاصي والديه. ما لك يا ولد؟ بس دي كمان هنسيب فيها عقلة صابع، عشان طبعا لما بيستوي احنا عارفين ان الرز بيكتر عارفين ان الرز بيكتر فبيزيد، فلازم نسيب عقلة صابع في كل حاجة زي كده، عشان الرز ما يطلعش بره بقى ويبهدل الدنيا في الحلة وكده. بس خلاص هحشي بقى ده كله وارجع لكم تاني عشان اقول لكم بقى على ايه التسوية المظبوطة ليها. خلصنا اهو البتنجان والكوسة والفلفل، لازم نوقفهم كده في اثناء التسوية عشان الرز ما يطلعش بره كده. احلى تسوية ايه تبقى مظبوطة ليها، وهي واقفة الحاجة كده تبقى واقفة مرصوصة كده. يلا بقى نشوف التسوية بقى اهي. شوربة اللحمة خطيرة، هشرب بها ايه؟ هشرب بها المحشي. هشرب الاول الورق العنب وبعد كده اشرب المحشي التاني، البتنجان والكوسة والفلفل. بصوا يا جماعة انا شربت يا دوب، بس بصوا تغطوه بس بالشوربة، بصوا اهو تغطي المحشي بس كده بالشوربة، مش تعوميها شوربة، الرز مش هيطلع معاكم مفلفل. يا دوب بس انا غطيت كده، غطيت المحشي، شايفين اهو. بس هسيبه بقى ايه يستوي على نار عالية، وفي الاخر خالص اكون بقى ايه موطيت النار خالص، اخليها هادية كده لحد ما يستوي معايا. تمام تمام. تعالي بقى ايه هنسقي بقى ايه المحشي التاني. الشوربة التانية زودت حتة ايه، حتة سمنة كده اهي. الشوربة التانية دي بقى اللي ايه هشرب بيها البتنجان والكوسة. ماشي. تعالوا بقى ايه هقول لكم هنشربها ازاي. نشرب بقى البتنجان والكوسة. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا جماعة. الله التتبيلة تحفة وخطيرة، ريحتها تجنن. نشرب بقى المحشي، يلا صلوا على النبي، الله اكبر. نعم. انت عايزني اشيلك؟ طب اشيلك ازاي يا حبيبي وانا بصور؟ بعد الشر بعد الشر، ربنا يحفظك يا حبيبي ويحفظ الاطفال اللي زيك يا رب. معرفش اشيلك يا حبيبي وانا كده، ازعل منك انا. ثواني يا جماعه هجيب حته وادلق الشوربه كلها عشان كده مش هينفع. بصوا يا جماعه نص الحاجه كده يعني، ما نغطيهاش او نص الحاجه بس، ونسيبها برضك على نار عاليه اهو. اعلي النار اهو، وفي الاخر خالص نوطي النار كده شمعة بس.
ماشي. تعالوا بقى نشوف المحشي. بصوا ما شاء الله، يا خراشي على الجمال، مفيش رزايه طلعت الحمد لله. شايفين ما شاء الله حلو قوي. بصوا ما شاء الله المحشي، شايفين لسه فيه ميه. اول ما تحس ان خلاص فاضل له حاجات بسيطه من الميه هنوطي عليه النار. تمام تمام. والكوسه والبرنجان، شايفين الجمال، شايفين الجمال. ده لسه بدري عليه. جمال المحشي مفلفل وتحفه، والله العظيم يستاهل بقكم. بألف هنا وشفا للي هياكله. والله تحفه يا جماعه. شايفين الرز بتاعه مفلفل ازاي؟ جربوه بقى واعملوه بنفس الطريقه والتكات، ان شاء الله تطلع معاكم زي العسل. بألف هنا وشفا. تعالوا بقى كلوا معانا يلا. يلا تعالوا بقى معانا يلا. ورق العنب، بصوا بقى الورق العنب خطير خطير خطير، اقسم بالله تحفه يا جماعه. تعالوا بقى اقولكم بقى قد ايه مفلفل مفلفل، اقسم بالله خطير خطير ومفلفل وتحفه. بصوا، والبتنجان برضو اهو هقطعه لكم برضو. بصوا خطير يا جماعه والله مفلفل. بصوا شايفين الله. يلا جربوا بقى واعملوا بنفس الطريقه الحلوه الجميله دي.